يا مساء الخير، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم باذن الله بسوي معاكم تتبيلة دجاج مشوي او دجاج مشوي على الفحم. نفس طريقة المطاعم او نفس نكهة المطاعم اللي متعودين عليها. للأمانة سويتها مرة، يعني تقريبا يمكن 2020 بداية الكورونا، وبعدها اعتمدتها وما شاء الله في وايد ناس اعتمدوا بالطريقة بعد ما سويتهم. بعد ما سويت الطريقة معاهم. المهم أساس الوصفة أكيد دياي. هني عندي دياي هالشكل، قطعته أو فتحته بهالشكل، غسلته عدل، لا نقعته بماي وليمون وطحين ولا شيء، بس غسلته ونظفته من الجلد الزايد وهالأمور. ثاني شيء أساس التتبيلة عندنا البصل. اللي هو البصل المبشور. لاحظوا شلون حتى الماي اللي فيه طالع. بصل مبشور هو أساس التتبيلة. الحين بسوي معاكم الطريقة بشكل سريع، وبعدها بحط لكم الوصفة اللي سويتها. حتى لاحظوا مسويها من 2020. المهم هني عندي بصل مبشور، بحط عليه كاتشب. لا تستغربون، الكاتشب يعطيكم حلاوة وحموضة حلوة حق الدياي. تقريبا بحط بسم الله 1 2 3 4 5 6. انا لاني مضاعف الكمية فمسوي 4 ديايات. انا بحط لكم الطريقة اخر شيء حق دياية واحدة. بعد الكاتشب عندي معجون طماط. تستخدمون اي نوع يعجبكم، صراحة ما اعرف النوع، اول مرة استعمله. فاحتاج تقريبا الحين 4 ملاعق، ما يعادل قوطي تقريبا. ما عليكم من صوت الازعاج الحين حولي، لانه خميس جمعة ما شاء الله والكل في البيت. عندي كركم بجيبه وبرجع لكم. بحط قفشتين متوسطين من الكركم، شوي زيادة. وعندي بعد بابريكا. البابريكا اللي بستعملها اليوم بابريكا مدخنة، بس طبعا مو بشرط، تقدرون تستعملون بابريكا عادية، بس كفاية. هالنوع حلو وطعمه قوي. وعندنا بعد الكمون كثروا. بحط تقريبا 4 ملاعق كبيرة من الكمون. لاحظوا شلون مليانين. بس عندي بعد ملح. انا احب استعمل ملح بحري. وعندي تمر الهندي او الصبار. بس بهالشكل كفاية، يعطيكم حموضة حلوة ومطوعة حق التتبيلة. فلفل اسود اختياري، بس انا بحط فلفل اسود اليوم، وبحط شوية فلفل حار. نفس ما قلت لكم الفلفل اختياري. وشوية فلفل مجروش عشان يعطينا لسعة خفيفة. بس بهالشكل التتبيلة جاهزة. حطينا المكونات: الكاتشب، التمر الهندي، الملح والكمون والبابريكا والكركم والبصل المبشور ومعجون الطماط. تقدرون تحطون فلفل اسود قلت لكم، او تقدرون تحطون فلفل حار اذا حابين، بس انا صراحة
وصفتي الأصلية ما فيها، لكن الشباب اللي معاي يحبون الأكل سبايسي شوي. وهذه التتبيلة جاهزة بهالشكل. صدقوني والله إذا جربتوها بتعتمدونها، حتى تقدرون تسوونها في البيت في الفرن، مو بشرط على الفحم. خلاص التتبيلة عندي جاهزة بهالشكل. خلطنا كل المكونات مع بعض. عندنا الدياي. أنا الصراحة اليوم استعملت دياي بحجم 800 جرام. قصيت الظهر العمود الفقري وبطلت الدياي بهالشكل، وبعدها سويتها بهالشكل مسحبة أو شي يسمونها، والله ما أعرف. بس تاخذون من التتبيلة وتبلون الدياي من ورا ومن قدام، وتخلونه أقل شيء 4 ساعات، ولو ليلة كاملة طبعا أحلى. أنا مجهزها اليوم عشان بكرة إن شاء الله نشويها ونتلذذ فيها. خلاص بعد ما تأكدت ان الخلطة او التتبيلة وصلت حق الدياي كله بشكل عدل، الخلطة الزايدة نحطها على الدياي، نغطيها ونخليها ليلة كاملة او حتى اكثر من ليلة ما يضر. بس تتأكدون انكم تبلتوا الدياي عدل عشان النكهة تكون مضبوطة بإذن الله. جربوا الوصفة وتدعون لي إن شاء الله. أهم شيء من داخل، وطبعا من برا سويت فتحات بالسكين، لاحظوا شلون.